بنسوي اليوم إن شاء الله زبدة الفول السوداني. طبعا الفول السوداني نخلته ني وحمصته عندي في الفرن. ممكن تحمصينه على النار، ممكن في القلاية الهوائية، ممكن في الفرن، بس أنا حابة في الفرن صراحة. بين كل فترة وفترة أخرجه وأحركه وأرجع مرة ثانية. كده شكله بعد ما برد تماما. بخلط الحين في 6 البيض. هذا الخلاط حقتنا. كده نغطي عليه. هذا شكله يا بنات لما طحنتها. طبعا شو كيف بنرجع مرة ثانية ونكمل طحنة. يعني بين فترة وفترة كده تفكينها وتطحنين زيادة لين تروح لك مرة ناعمة بدون إضافة ولا حاجة. فقط ممكن تضيفي رشة ملح فقط عشان تساوي النكهة. هذا شكل النهائي بعد ما طحناها تماما. طحنة الخشن ممكن تنعنينها شوية كمان ما عندك مشكلة. بدون إضافات ولا شيء يا بنات، ولا مواد حافظة ولا زيت ولا حاجة، اللهم ذرة ملح فقط عشان تحفظ لك برا. تترك عادي برا فرون. بالنسبة للحفظ عادي تركيها برا ما عندك مشكلة، يعني ما تعفن ولا شيء، تقعد معكم فترة. مفيدة وصحية وبالعافية يا رب.